بنت محافظتي، بنت النجف، بنت المرجعية، بنت النجف تعبر عارية على جسر. شباب اعطوني الفيديو. طبعا هذا احنا شوهناه الفيديو جاهز وموجود، بس احنا شوهناه لانه ما يصير نعرض هيك اشياء. لكن حسب قول الاستاذ انه هذا الاعلان موجود للشركة الاباحية في جسر في النجف. نعم. هذا الكلام انت تتحمل مسؤوليته. نعم اتحمل مسؤوليته. يعني انت الان هذا الجسر بالنجف. نعم يصورون عليه اعلان اباحي. نعم استاذ، وانا واثق عند كلامي، هذه مافيا كبيره، الاسماء والعناوين واللي سووه هذول الشبكه عصابه كبيره ومحافظه النجف. هذه رساله الى دوله رئيس الوزراء. هذا مواطن عراقي دا يكشف لك عن مافيا، هذا موضوع يمس امن الدوله. دا يكشف لك عن مافيا التاجر بالبنات ويصورون افلام اباحيه بالعراق. يشاركون يعني ياخذون البنات تصاوير ودعايه الشركه طبعا اباحيه بروسيا. ناشدت هواي، ناشدت مراجع، طبعا دقيت باب المرجعيه واتصلت بالمكتب مع المرجعيه، غلقوا التليفون بوجهي. ليش؟ قلت لهم اكو قضيه كبيره وبيها كذا وكذا، فقالوا لي قاعد يحكي وياي اثناء الوقت انغلق التليفون، فاتصلت مره ثانيه ما حصلتهم. نعم. ما حصلتهم؟ ما يعني انغلق تليفونهم، يعني ظاهر انه ما اعرف تليفون انطفى او شيء. اكثر من مره رحت المكتب المرجعيه السيد علي السيستاني الله يحفظه بالنجف، وقلت لهم اكو قضيه كبيره تخص امن دوله، تخص محافظه، تخص الدين، تخص الشرع، يعني انتم لازم تتدخلون. فما سدوا ابواب وجهي، يعني ما حد يستقبلني. ليش؟ ما حد يستقبلني، ما اعرف يعني كل الابواب تنغلق بوجهي، يعني من جهه الدين، من جهه الدوله. يعني انت احكي عن الموضوع، انا ما لي علاقه. انا اقول لك هذا شيء. بعد شوف بنت النجف، بنت محافظتي، بنت العراق تعبر عاريه على جسر. انا عراقي وقاعد عندي دليل وعندي شاهد على عصابه مافيا كبيره مرتبطه بروسيا. هذا اللي نشوفه الان هو على جسر الكوفه. نعم. وهذا انت كلامك. نعم. وانت تتحمل مسؤوليته. نعم. الى دوله رئيس الوزراء. هاي مصيبه، هذا موضوع يمس امن الدوله. هذا الموضوع يمس امن الدوله. شلون تجي شركه روسيه تطب للعراق بمساعده مافيا عراقيه يصورون اعلان اباحي في جسر الكوفه المشاة؟ نعم. نريد احد يفهمنا الدوله وين؟ الشرطه وين؟ الجهات المعنيه وين؟ اريد ان احد يسمعني يقعد وياي يقول لي هذا غلطان، انا مستعد لاي عقوبه، وهذا كلامي اذا كان غلط انا مستعد لاي عقوبه، وانطيك اسمائهم هاي العصابه اذا مو موجودين بالنجف انا مستعد لاي عقوبه.